ما اسمعش واحده فيكو يا بنات تقول لي دي مبكبكه بعد ما تتفرج. والله دي مش مبكبكه، ولا طريقتها ولا تسويتها مبكبكه خالص. دي مش هتخلينا نقف في المطبخ بالظبط 10 دقايق وتكوني خارجه باحلى طبق خطير كده، ينفعك في العزومات، ينفعك كده في المصيف، علشان تاكلوها بألف هنا وشفا وتستمتعي، وفي نفس الوقت ما توقفيش كتير في المطبخ. يلا بينا ندخل ونسمي بسم الله ونصلي على رسول الله عليه افضل الصلاة والسلام، ونشوف الحلاوة والجمال دي اللي هي مش مبكبكة عملناها ازاي. يلا بينا. واول حاجة معانا هجيب كده حلة عندي تكون كبيرة، وابتدي احط فيها نص كوباية من الزيت. هحط بعد كده هكون مقطعه بصلتين كده متوسطين، هقطعهم صغير بالشكل ده. واول ما الزيت يسخن معانا هبتدي انزل بالبصل، وزي ما انتم شايفين مقطعه البصل صغير. هنا بقى هبتدي اقلب كده البصل، انا مش عايزاه ياخد لون، انا عايزاه بس يدبل كده شويه علشان انزل عليه بشويه اضافات ومنكهات حلوه جدا. معانا مكعب من المرق، وكمان بهارات فراخ، وكمان ملح وفلفل اسود وقرن فلفل حراق او سبايسي زي ما انتم حابين. لو مش حابين تحطوه تقدروا تشيلوه. وكمان ضفت كمان شويه من الشطه وشويه من الكمون. عايزه اقول لكم الوصفه دي كل ما بتبقى مشطشطه كل ما تبقى طعمها احلى. بعد بقى ما البصل كده خد لون هنبتدي ننزل كده عليه باي قطعيه من الفراخ. انا هنا كان عندي وراك بس قطعتها نصين علشان تبتدي ان هي تستوي معانا. عايزه اقول لكم وصفه بجد سهله وبسيطه وطعمها خطير، وكلها كده على بعضها في الحله الواحده كده، علشان طبعا احنا عارفين ان الجو حر ومش عايزين نقف في المطبخ كتير. هبتدي بقى احطها كده واسيبها الفراخ لحد ما تاخد كده لون، وهتشوفوا معايا. وببتدي ان انا طبعا اقلبها كل شويه علشان تاخد لون من الجنبين. بصوا هنا ابتدت ان هي تاخد لون معانا كده بالشكل ده، والفراخ ابتدت معانا كمان تدخل في السوا. بصوا زي ما انتم شايفين كده، وهو ده فعلا اللي انا عايزاه. عايزه الفراخ بتاعتنا تاخد لون حلو قوي. اول ما الفراخ هتاخد لون هنزل عليها بطماطميتين متقطعين مكعبات صغيره. وهنا بقى كنت محمره مكرونه بالشكل ده زي ما انتم شايفين. دي مكرونه قلم، بس قلم صغير، هي مش باينه في الكاميرا قوي، باينه ان هي مكرونه قلم، بس على فكره دي مكرونه قلم صغيره جدا، مش اللي هي بتاعه المكرونه بالبشاميل اللي متعودين عليها. لو حابه تستخدمي اي نوع من المكرونه تقدري تستخدميه. علشان كده بقول لكم دي مش مبكبكه. المبكبكه بقى بننزل فيها المكرونه بتبقى نيه معانا، ما بتكونش متحمره خالص. والله العظيم يا بنات دي مش مبكبكه. المهم ما علينا. حطيت 4 معالق من صلصه كمان الطماطم عشان تديني لون حلو جدا، وابتديت بقى اقلبها علشان اطلع كده الفراخ من على الوش، والمكرونه كده تبتدي ان هي تستوي معانا وتاخد بقى لون وطعم خطير. وتعالي بقى هنا خطوه مهمه جدا، ننزل عليها بالميه، ولازم الميه بتاعتنا تكون سخنه. حطي بقى الميه وغطي بقى كل الخليط بالشكل ده زي ما انتم شايفين. ابتدوا كده قلبوها كده بالراحه، علشان عايزه اقول لكم بجد هتاكلوا احلى وصفه النهارده بطريقه سهله وبسيطه. هنا بقى قلت ادوق كده الملح بتاعها، لقيتها فعلا محتاجه شويه كده من الملح. رحت مظبطه بقى الملح، وكان طعمها الشوربه او الميه اللي نازله دي خطيره بقى مع التوابل، حلوه جدا. بصوا قلبتها بقى، ولازم في الخطوه دي نغطيها وبنسيبها على النار لمده 5 دقايق على نار عاليه. وبعد ما تبتدي ان هي تغلي معانا ببتدي ان انا اوطيها. بصوا بالظبط بعد 5 دقايق ابتدت ان هي تتشرب كده بالشكل ده. جيت بقى علشان طبعا اقلبها علشان ما تلزقش معانا، قلبتها ولقيتها بقى يعني بصوا ابتدت بقى يعني مفيش 5 دقايق وابتدت ان هي تدخل كمان في السوا على طول. هوطي بقى عليها واغطيها واسيبها لمده 5 دقايق تانيين. حد يقول لي الفراخ مستويه؟ الفراخ يا جماعه كانت مش مستويه. الفراخ بصوا دايبه، حتى لو تلاحظوا بصوا الدبابيس عامله ازاي، كانت خطيره. دخلت معانا في التسويه، والتسويه معانا كانت تحفه. وجيت بقى هنا قلت بقى ايه، بدي دوق بقى. دقتها لقيتها حلوه قوي قوي. تعالوا بقى معايا كده نغرفها ونشوف الجمال والحلاوه دي راحت بينا فين. عايزه اقول لكم ان الطبق ده بتاع ماما الله يرحمه، طبق كده كبير بسم الله ما شاء الله. كنا بنعمل فيه محشي كده وبنغرف فيه كده لما بيكون عندنا عزومات. هو على فكره الطبق كبير بس الكاميرا ظلماه يعني. عايزه اقول لكم بجد يعني من الحاجات الجميله اللي ماما كسبتها لي الله يرحمها. عايزاكم تدعوا لها بالله عليكم، هي وبابا وجميع امواتنا ربنا يا رب يرحمهم. جيت بقى بصوا هنا يعني بصوا حاجه كده خطيره والله يا جماعه، ريحتها وطعمها بجد
فوق الخيال. وجيت بقى هنا قعدت ادور على شويه بقدونس كده او حاجه زي كده بيها، ما لقيتش. المهم لقيت بقى الفلفل الرومي القمر ده مع الفلفل السبايسي ده، رحت حطاه كده، لقيته بقى مدي شكل كده خطير. وصفه سهله وبسيطه، لو انت بقى في المصيف كده ما تضيعيش وقت، واعملي لهم الاكله دي. والمكرونه بقى كده جوسي لوسي كده، بصوا يعني يا وعدي يا وعدي، خطيره بألف هنا وشفا. والفراخ بقى بصوا دايبه دوب. وحقيقي معلقه المكرونه الجوسي لوسي مع حته الفرخه، انا هقطع لكم الفرخه دلوقتي مش عارفه امسكها، بس هي بصوا دايبه، ما خدتش خالص مننا كل ده 10 دقايق. بجد خطيره بألف هنا وشفا. جربوها ودوقوها وقولوا لي رايكم ايه. كنت معاكم مي امين، واستنوني في وصفات تانية جايه كتير.